ما أشبه اليوم بالبارحة هو أقل وصف يقال على مهزلة خروج المنتخب المصري من كأس الأمم الأفريقية، البطولة المفضلة والبطولة المستحوذ عليها في 7 نسخ. المنتخب المصري يخرج من دور ال16 على يد نظيره المنتخب الكونغو الديمقراطية، مباراة في أسهل ما يمكن للمنتخب المصري. هي نسخة استثنائية من حيث أن المنتخب كان طريقه سالك والمشوار مفتوح له نحو النهائي، وأن هو يحرز البطولة ويحرز اللقب. مجموعة سهلة وقع فيها المنتخب المصري مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر. كل الأقوال تجمع على أن المنتخب المصري يقدر يفنش المجموعة ديت أول المجموعة ومفيش مشكلة بالنسبة له، ومعاه ماتشين في أسهل ما يكون في جيبه، مباراة موزمبيق ومباراة الرأس الأخضر. وممكن لو أنت في أسوأ حالاتك ممكن أنت تتعادل مع غانا، ولكن هي أمنيات كان يتمناها الشعب المصري أن يخرج هذا السيناريو في دور المجموعات، ولكن يشاء القدر وأن يكون للمجموعة شكل مختلف تماما، حيث مباراتك أمام موزمبيق وتتعادل مع موزمبيق بهدفين لكل منهما، ثم يأتي منتخب غانا في أسوأ حالاته هو الآخر في هذه النسخة وتخرج أيضا متعادل ب2-2، وأيضا تأتي إلى مباراة الرأس الأخضر ولا بديل أمامك سوى الفوز، حتى تبعد كل البعد عن لوغاريتمات الصعود والهبوط ومين يخرج ومين يدخل ومين يكمل ومين يكون افضل توالد. ولكن ايضا تقدر ان انت تحرز هدف في اخر الدقائق، هدف التقدم، هدف 2-1 لصالح المنتخب المصري، ولكن لن تدوم الفرحة طويلا الى ان يسجل ايضا المنتخب الرأس الاخضر هدف تعادل حتى يحرمك من فرحة الفوز، في حين المباراة الاخيرة امام غانا وموزمبيق، وغانا كانت تحتاج الى ايضا الفوز حتى تصعد، وكل الامال كانت متعلقة على هذه المباراة بعد التعادل المخيب ايضا امام الرأس الاخضر. وتأتي ايضا موزمبيق من بعيد وتحرز هدف التعادل علشان تخرج غانا من البطولة وتخرج ايضا موزمبيق بالبطولة، ويصعد الرأس الاخضر الحصان الاسود في هذه المجموعة، بل من الممكن ان يكون الحصان الاسود لهذه البطولة، ويصعد اول المجموعة برصيد 7 نقاط وانت في المركز الثاني برصيد 3 نقاط. سيناريو يفكرك بالبرتغال في نسخة اليورو لما احرز لقب اليورو وكان صاعد من دور المجموعات ايضا ب3 نقاط. مصر صاحبة الرقم القياسي في بطولة الافريقية برصيد 7 القاب، منها رقم قياسي ان هم يحرز اللقب 3 نسخ متتالية 2006 و2008 و2010، الجيل الذهبي للمنتخب المصري. يخرج من دور ال16 نسخة اشبه بنسخة 2019، نسخة 2019 اللي كانت على ارضك هنا في مصر، وخرجت امام منتخب البافانا ابناء جنوب افريقيا وخرجت من دور ال16. يعاد السيناريو وتتكرر الاخطاء مرة اخرى في 2023 في نسخة كوت ديفوار، وتخرج ايضا من امام منتخب ليس له تاريخ بحجم مشاركاتك وبحجم تاريخك في بطولة الامم الافريقية، وتخرج امام الكونغو الديمقراطية. طريق كان مرسوم لك للنهائي، كان عندك الماتش الجاي بعد الكونغو الديمقراطية غينيا اللي كسبت غينيا الاستوائية، وغينيا الاستوائية كانت اشد واقوى، خرجتها لك وفتحت لك الطريق اكتر، وبقى عندك مهمة سهلة ايضا في نصف النهائي. ما كانش هيبقى قدامك عقبة غير السنغال وهيبقى طار بايت وان انت ترجع حقك في نسخة 2021 وخروجك من المونديال على يدهم، ولكن تنهي المشوار مبكرا. روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لم يأتي بجديد، روي فيتوريا لم تظهر بصماته مع المنتخب المصري، الكل يتفق ولا أحد يختلف على ذلك، ولا حد يختلف أيضا أن المنتخب ما كانش ليه شكل ولا كان ليه أداء ولا كان فيه كورة بنشوفها ولا سيناريو بنشوفه ولا خطط بنشوفها ولا أي حاجة تقدر تقول ان الراجل بيشتغل، ولكن المكنة محتاجة شوية علشان تطلع قماش. اختيارات في غاية السوء من جانب المدير الفني روي فيتوريا، وايضا الادارة الفنية هي المسؤولية الكاملة في فشل المنتخب المصري في بطولة الامم الافريقية. حرام والله اللي يحصل لنا، حرام ان احنا نعيش ليلة في اسود ما يكون، حرام ان احنا نكون عندنا امال ان احنا نعوض النسخة اللي فاتت. 3 نسخ متتالية السيناريو واحد، ومفيش جديد، مفيش منتخب، مفيش لعيبة، مفيش اداء، مفيش خطط بتنفذ في الملعب. الفساد ليس فني فقط بل هو ايضا اداري. اختيارات في غاية السوء، لعيبة اتوجدت في المنتخب ليس لها علاقة بكرة القدم، هم اخرهم لعيبة محلية يظهروا مع انديتهم في الدوري المصري، ولكن هم يشيلوا قميص المنتخب دي كبيرة قوي عليهم ومسؤولية كبيرة، هم مش قد المسؤولية. تغطيت عن بعض الناس وهم في غاية التفوق
بالله عليكم لاعب زي حسين الشحات ينفع ما يروحش المنتخب؟ الراجل حاصل على افضل لاعب في اخر موسمين في الدوري المصري، ازاي ده ما يكونش موجود في المنتخب؟ مش مشكلتي ان في مكانه كتير ولا في مكانه زحمه كتير، خده هينفعك. ولا احد يختلف ان يكون حسين الشحات موجود معاك في التشكيله الاساسيه، مش موجود بس معاك في المنتخب. راجل يقدر يخلص لك ماتشات كتيره من اللي فاتت، 3 ماتشات انت ما قدرتش ان انت تفوز فيهم في دور المجموعات، ويزيد البلا اكتر ان انت تيجي المباراه دور ال16 تخسرها هي كمان بركلات الترجيح، ما تقدرش ان انت حتى كمان تفوز في هذه المباراه. 4 لقاءات تفشل ان تفوز فيهم، 4 لقاءات شهدت فيهم اسوأ خط دفاع موجود في تاريخ الكره المصريه، اهتزت شباكك 7 مرات، 7 اهداف يجوا في المنتخب المصري في دور المجموعات، في دور المجموعات 6 اهداف، ودور ال16 هدف الكونغو 7 اهداف لم تحدث من قبل ان يتلقاها المنتخب المصري. انت لا كان عندك خط دفاع ولا حتى خط وسط ولا حتى خط هجوم، خط الدفاع حجازي راجع من اصابه وكان عبء كبير جدا على المنتخب وما كانش قادر يعمل كيمستري والكيمياء تشتغل ما بينه وما بين عم منعم في هذه البطوله. واخد ياسر ابراهيم معاك ليه؟ ما تلعب الراجل، اديله فرصه. خدت كمان فتوح وخدت كمان محمد صبحي في حراسه المرمى، والاثنين كانوا عندهم مشكله كبيره جدا مع ناديهم من الزمالك، وقعدوا قرابه ال3 شهور ما يعرفوش حاجه عن الكوره ولا بيشوفوا كوره، وتيجي انت تضمهم كمان المنتخب. انت ثبتت للجميع في هذه النسخه ان انت بتختار اللاعب لكونه اسمه ولكون النادي اللي هو بيلعب ليه، مش اكتر من كده. خدت محمد النني وهو اصلا ما بيشاركش بره في اوروبا ولا بيلعب بره في اوروبا، وخدته حطيته دستورير في نص الملعب وهو مش مكانه، لعبته لاعب رقم 6 في الملعب وهو اصلا لاعب 8، واديته مهام دفاعيه وهو مهامه الدفاعيه في غايه السوء، وفشل ان هو يظبط لك نص الملعب وان يكون الرمانه في نص الملعب. وده فرق لما مروان عطيه اديت له الفرصه وثبت وجوده وما قدرتش تستغنى عنه. سوء اختيارات من الناحيه الفنيه من الجهاز الفني كله، مش روي فيتوريا فقط لكن الجهاز كمان اللي معاه. مشكله صلاح ايضا المشكله اللي عملت دقه كبيره وذعر كبير جدا ما بين اللعيبه وما بين المنتخب المصري والجماهير، انت ما قدرتش ان انت تسيطر عليها، وجي واحد من بره مدرب سحبه منك وانت ما قدرتش تفتح بقك ولا تتكلم بحجه ان هو قلبه على مصر وان هو درجه الاستشفاء هناك بره والتدريبات والفتره العلاجيه هتكون اقل من ان هو يكون موجود معاك وانت ما تستفدش منه، كلها اشعارات في الفاضي، وان انت سلمت اللاعب بدون ما يكون لك اي تاثير ولا اي دور. ازاي يتسحب منك لاعب في معسكر منتخب وطني من بطوله دوليه منك وانت ما يكونش ليك اي دور؟ صلاح هو نفسه صلاح في كاس عالم روسيا 2018 كان عنده اول مباراه ان هو مصاب ومش هيلحقها، ورغم ذلك كان موجود معاك، ما سحبتوش ليه وديته ليفربول يتعالج ويرجع لك تاني؟ اخطاء وكوارث اداريه وفنيه وانت ما فيش اي وجود ليك. احنا ما جيناش اصلا البطوله، احنا ما شفناش اي جمل متفقين عليها ولا اي قرارات بنقدر ناخدها سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه الاداريه. اسوأ نسخه تظهر فيها مصر في بطوله الامم الافريقيه هي النسخه ديت، رغم ان هي اسهل نسخه واسهل مجموعه ان انت تطلع منها اول وبالعلامه الكامله كمان. مين موزمبيق اللي تتعادل معاك؟ مين الكونغو اللي تخرجك؟ مين الراس الاخضر اللي ملهاش اي تاريخ؟ غانا اللي في اسوأ حالاتها فشلت فشل ذريع ان انت تفوز عليها، اللي موزمبيق احرجتها وكانت هتفوز عليها كمان. انت صعدت دور ال16 بفضل ربنا سبحانه وتعالى ودعوات المصريين ثم هدف موزمبيق في الثواني الاخيره وفي الوقت القاتل. الاعداد الاداري والاعداد الفني كانوا خارج نطاق الخدمه. انت في مباراه الكونغو الديمقراطيه نزلت مهند لاشين، ومهند لاشين انت منزله في اخر الماتش وده علشان خاطر ينزل يحط لك ركله الجزاء، ما هنش على واحد من الجهاز الفني ان هو يكلم فيتوريا ويقول له ان مهند لاشين ليه وقعه قبل كده وسابقه مع المنتخب المصري اهدر ركله جزاء للمنتخب المصري. فالراجل عنده ذعر وعنده فوبيا ان هو يخش ركله جزاء يشوطها مره ثانيه، وفي بطوله افريقيه قال لك لا كفايه عليها ركله الجزاء والبصمه السيئه اللي انا سبتها، والراجل بالفعل ما راحش شاطها ودخل ابو جبل وضاعت من ابو جبل وضاعت معاها البطوله. حرام بجد اللي بيحصل لنا، حرام بجد ان احنا يكون منظرنا قدام الناس كده. يا راجل ده حتى التيشيرت بتاع المنتخب في غايه السوء من ناحيه الخامه ومن ناحيه القماشه. اللعيبه في اول 5 دقائق او 10 دقائق من الماتش بتلاقي التيشيرت مبلول ميه كله اكنك خارج من حمام السباحه. سيبك من الرطوبه والاشعارات اللي احنا بنتكلم فيها والكلام ده كله، بص لبقيه المنتخبات والتيشيرتات بتاعتها مصروف عليها ومتكلفه. بص لنفس الشركه المنفذه للتيشيرت بتاعك مع منتخب تاني هتلاقي فرق في الجوده، وهكلمك واحكي لك عليه ولا ايه؟ ده انت لو فتحت الملفات انت هتذهل، هتصعق من المشاكل والبلاوي والكوارث اللي حصلت في النسخه دي. مش مصر اللي يحصل معاها كده، احنا وحش افريقيا واكتر فريق عنده نسخ من هذه البطوله واكتر فريق الكل يعمل له 1000 حساب. تيجي انت في الاخر تكون مصيرك كده، يجي انت في الاخر تكون بتطلع من المجموعه من دور المجموعات بشق الانفس ب3 نقاط، بدل منتخب
المنتخب اللي انت بتحضر له لكاس العالم المهمه الاساسيه لروي فيتوريا يا باشا تعالى بص كده على اعمار اللعيبه كلها هتلاقيها 29 و30. يعني كاس العالم لما يجي لك هتكون اللعيبه دي عدت ال 30 بمراحل. فين المنتخب اللي انت بتعمله؟ فين الناشئين اللي انت بتبص عليها وتطلعها؟ فين الاشبال اللي هو سن 20؟ تعالى بص معظم المنتخبات اللي بتلعب قصادك في البطوله كلهم ما بين 20 و22 سنه. انت فين من الناس ديت؟ انت فين من العالم ده؟ الكوره الافريقيه اتغيرت معالمها. انت بقيت قاعد بتتفرج على الماتشات انت مش متوقع مين يفوز ومين يخسر. اخطاء وكوارث وعدم تحضير للبطوله، اخطاء وكوارث شفناها في هذه البطوله. لازم الكل يقعد ويتجاب ويتحاسب ليك ايه وعليك ايه، ايه اللي انت قدمته وايه اللي انت عملته وايه اللي انت فشلت فيه وايه اللي انت فشلت بيه نتيجه ان انت ما اشتغلتش ما عملتش اي حاجه. البطوله من ساعه ما بدات انا ماليش نفس ان انا اعمل فيديو واتكلم فيه عن المنتخب. هتكلم فيه عن ايه؟ انا مش شايف منتخب، انا مش شايف كوره، انا مش شايف اي اداء في الملعب. فرق ايه فيتوريا عن كروش عن اجيري عن كوبر عن المجموعه دي كلها اللي جت في السنوات الاخيره؟ احنا ثبتنا ان المدرب المصري الوطني هو اللي ينفع مع المنتخب. اكتر واحد بيبقى شايف وعارف اللعيبه، اكتر واحد ما يبقاش ودني ورامي ودانه لبقيه الجهاز والاتحاد الكوره مين يكون موجود في المنتخب ومين يغادر. حافظ اللعيبه وعارف مين اللي موجود هنا يجي ومين اللي مش موجود ومين اللي ما يستحقش يكون موجود في صفوف المنتخب. بتكلم بعصبيه بحكم ان انا وطني مصري باللي انا شفته في هذه المباراه. الكلام حاد شويه ولكن نتيجه اللي احنا شفناه، نتيجه اللي احنا كنا على اعصابنا واتحرق اعصابنا واتحرقت دمنا في مباراه زي مباراه الكونغو. خلصنا دور المجموعات وقفلناه وقلنا معلش اللعيبه هتنسجم، الدنيا بتفتح، المشوار بيترسم لنا، الطريق سالك لينا، اسهل مباراتنا هنقابلها ونشوفها في الادوار الاقصائيه. ولكن مع اول خطوه واول مباراه امام الكونغو انت بتغادر. للأسف خيبة أمل انتابت المنتخب الوطني في هذه البطولة. يا ألف خسارة ويا ألف حسرة والله على المنتخب وعلى أدائه. أنا مش عارف، مش قادر أقول هارد لك ومش قادر أقول إن نسخة وعدت وبطولة للنسيان، مش قادر. يعني نسخة سهلة، نسخة ضيعناها من إيدينا في أسهل ما يكون. لازم الأمور تدار بشكل أفضل من كده، لازم الموضوع يتفرد والكل يتجاب ويقعد ويتحاسب. مش على آخر الزمن هتكون مصر هي حديث الصباح والمساء في الكان الأفريقي. إننا بنمني النفس إن يكون الأيام اللي جايه فيها تغييرات جذريه، فيها تغييرات وفورمات لكل الناحيه الاداريه والناحيه الفنيه اللي موجوده. لازم ضخ دماء جديده، لازم ان يكون في اهداف على المدى البعيد افضل من كده، لازم التحضيرات تكون بشكل افضل من كده. روي فيتوريا بقاله مع المنتخب الوطني المصري سنه ونص وانت ما قدرتش تولف تشكيله، سنه ونص وانت ما قدرتش تختار اختيارات كويسه. ما بقاش جايبين مدرب وعمالين بنغني وبنقول ومدرب سيفي قوي ومدرب مش عارف ايه. فرق ايه بقى؟ فرق ايه فيتوريا عن كيروش عن اجيري عن كوبر عن حسام البدري عن ايهاب جلال؟ ما فرق ايه؟ الراجل اللي انا حطيت عليه امال كبيره، الراجل اللي انا حطيت عليه بطوله اصلا كاس العالم اللي هو اصلا جاي على اساسها وعلشانها. هل انت بهذا الاداء وبهذه الخطط والفكر انت هتقدر تستنى وان انت تديله فرصه انه يكون موجود معاك في كاس العالم؟ يا باشا ده ما يعرفش حاجه عن الكره الافريقيه، ده بيستكشف القاره الافريقيه وبيجرب فينا في هذه البطوله. لله الامر من قبل ومن بعد، واننا بنتمنى ان الموضوع ده ينحل بشكل افضل من كده ويكون في اختيارات افضل من كده ويكون في قرارات حاسمه تفيد في الاخر المنتخب المصري. دول كلمتين عن اداء المنتخب المصري في بطوله الامم الافريقيه، ما قدرتش ان انا اعديهم كده وخلاص، ولكن كان ينبغي ان احنا لازم نحكي ونقول ارائنا في هذه البطوله. لو عجبك الفيديو قيمنا بلايك وسبسكرايب وفعل الجرس والتنبيهات لو انت حابب تشوفنا في حلقات تانية جايه، وكلنا مترقبين نشوف مين اللي هياخد البطوله في هذه النسخه السهله جدا للغايه. وفي النهايه لا يسعني الا شكر حضراتكم، طابت اوقاتكم ودمتم في امان الله ورعايته.